كان هناك فتاتين تعيشين في بيت، وجعل من هذا البيت مكانا لممارسة الدعارة. الفتاة الأولى كان اسمها مايا، وهي صاحبة المنزل والتي كانت تأتي بالزبائن للبيت كل يوم، وكانت تعشق عملها هذا. أما الفتاة الثانية والتي اسمها ميريام، فكانت تكره حياتها هذه، وكم من مرة طلبت من مايا السماح لها بترك هذه المهنة السيئة، لكن مايا كانت ترفض، لأن ميريام كانت مرغوبة عند الزبائن. وفي يوم من الأيام قررت ميريام الهرب من المنزل، فجمعت كل أغراضها وخرجت من البيت، وذهبت إلى أحد الفنادق القريبة وقررت المكوث فيه. ثم اتصلت بالشرطة وأخبرتهم عن مايا وبيت الدعارة التي تديره، فانطلقت دورية شرطة مباحث الآداب نحو بيت مايا، وألقي القبض عليها وهي متلبسة بالجرم المشهود. لكنه أطلق سراحها بعد يوم واحد فقط. فعلمت ميريام بالخبر وقررت الانتقام منها بنفسها. وفي صباح أحد الأيام وبينما مايا تخرج من بيتها، انطلقت سيارة ميريام نحوها ودهستها، لتسقط مايا مرمية على الأرض وتموت فورا. أما ميريام فهربت إلى مكان بعيد حيث لا أحد يعرفها ولا يعرف عن ماضيها.